حياتها كانت مليانة نشاط وحيوية. كل أسبوع الأميرة هايا بنت حسين كانت بتحضر فعاليات مختلفة. فجأة من غير أي إنذار مسبق هربت من قصرها في دبي إلى لندن في مارس 2019 وطلبت الطلاق. ده فاجئ الكل. هي شرحت إنها كانت خايفة على حياتها وحياة أولادها. بعد كده في المحكمة العليا في لندن أثناء محاكمة كبيرة وصادمة، هي مش بس طلبت الحماية من الاضطهاد، لكن كمان كشفت عن حاجة مذهلة. طيب، إزاي كانت حياة الأميرة هيا بنت حسين بعد أكثر من 4 سنين من هروبها؟ إيه هو السر المذهل اللي كشفت عنه في المحاكمة؟ هل فعلاً الأميرة كانت على علاقة مع حارسها الشخصي؟ ولا الشيخ محمد هو اللي بدأ الشائعات دي علشان يدمر سمعتها؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف الحقيقة. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول ما نزل فيديو جديد. يلا نكمل. ناس كتير كانوا فاكرين إنه الشيخ محمد حاكم دبي والأميرة هيا كانوا الزوجين المثاليين. كانوا كتير بيتشافوا مع بعض في الأماكن العامة وكان عندهم طفلين، لكن اللي كان بيحصل وراء أبواب قصرهم الفخم المقفولة كان سر كبير. هيا كان لازم تقبل إنها تبقى الزوجة الثانية والأصغر للشيخ. مش متأكدين إذا كان الموضوع سهل عليها، بس كل ما كانت تظهر قدام الناس كانت دايماً باينة مبسوطة وبتضحك. في البداية جوازهم كان باين عليه إنه جوازة مصلحة، وده حصل في نفس وقت الاستثمارات الكبيرة اللي الإمارات عملتها في الأردن واللي ساعدت اقتصاد البلد إنه ينمو. بس أصحاب هايا قالوا إن كان فيه علاقة حقيقية بينها وبين الشيخ محمد، وإن قصة حبهم بدأت في مسابقة خيول في إسبانيا. الأميرة هايا بنت الحسين هي أخت الملك عبد الله الثاني من الأب، وعندها 49 سنة. درست في مدارس خاصة في بريطانيا، وبعدين دخلت جامعة أكسفورد المرموقة اللي معروفة إنها بتجهز قادة المستقبل في بريطانيا ودول تانية. درست علوم سياسية واقتصاد وتخرجت سنة 1994. أما والدتها فكانت الملكة عالية اللي توفت في حادث تحطم هليكوبتر سنة 1977. هي أبت اهتمامها بركوب الخيل من وهي صغيرة بعد وفاة والدتها. هي أميرة استثنائية مقارنة بالأميرات العربيات التانيين. في سن 19 بقت أول أردنية تحصل على رخصة قيادة شاحنة. مثلت الأردن في أولمبياد سيدني سنة 2000 واحتلت المركز 70 وهي شايلة علم بلدها. وبعد سنتين مثلت بلدها في مسابقة قفز الحواجز في بطولة الفروسية الدولية اللي اتعملت في أسبانيا، وهناك قابلت جوزها المستقبلي. الأميرة هيا تجوزت الشيخ محمد بن راشد سنة 2004 وخلفت منه طفلين، بنت اسمها الجليلة وولد اسمه زايد. هي كانت زوجته السادسة وبقت الوجه الإعلامي للإمارات على عكس زوجاته اللي قبل كده. الأميرة هيا كانت بتظهر مع الشيخ محمد في الفعاليات الدولية، وده خلى بعض الناس يشوفوهم كأنهم الزوجين المثاليين. في كتير من اللقاءات هي كانت دايماً بتعبر عن إعجابها بجوزها، لكن الصورة دي اتكسرت لما الأميرة هيا هربت لبريطانيا مع أولادها في 2019. هي طلبت أمر من المحكمة علشان تحمي بنتها الجليلة من جواز بالإجبار. في يوليو من نفس السنة الأميرة هيا قالت إنها خايفة على حياتها وبتعتقد إنه جوزها هيحاول يرجعها دبي. هي طلبت أمر بعدم التعرض، وده إجراء معتاد لحماية الأشخاص اللي بيقولوا إنهم تعرضوا لعنف أسري. حكم المحكمة أشار لوجود مشاكل زوجية، وإن هي تعرضت للترهيب والاستفزاز. كتير من وسائل الإعلام قالت إنه الأميرة كانت من زمان بتحاول تطلب الطلاق من حاكم دبي لكنه كان رافض. هي حاولت تهرب أكثر من مرة بس من غير نجاح، لكن حسب تقارير دولية الأميرة هيا قدرت تهرب من جوزها ووصلت ألمانيا مع ابنها وبنتها بمساعدة دبلوماسيين ألمان كانت تعرفهم من فترة. هي حصلت على لجوء سياسي في ألمانيا. وسائل الإعلام الغربية ذكرت إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان على تواصل مع الملك عبد الله الثاني وطلب تدخله عشان يسترد أولاده، وقال إنه قرر ينفصل عن مراته وكل اللي عايزه هو حضانة أولاده، خصوصاً لما الصحافة قالت إنه الأميرة هيا كان عندها علاقة مع حارس بريطاني كان بيشتغل عندها.
هي فعلا عملت كده؟ واضح إنه الأميرة هيا ما كانتش سعيدة من الأول بكونها الزوجة الأصغر. في الأردن كانت محبوبة باعتبارها بنت الملك، لكن في عائلة شيخ دبي واجهت معاملة مختلفة. ولي العهد حمدان وباقي أولاد الحاكم ما كانوش موافقين على هيا من الأول. كانوا بيلوموها على طبعها الحر زيادة عن اللزوم ولبسها اللي دايما ملفت وجريء. يمكن في لحظة من اللحظات إحباطها خلاها تدخل في علاقة مع حبيب. الشخص اللي دخلت معاه في علاقة كان إنجليزي اسمه راسل فلاورز، وكان بيشتغل حارسها الشخصي. هيا كانت عندها 43 سنة في الوقت ده، بينما راسل كان عنده 33 بس. جوزها الشيخ محمد كان تقريباً عنده 70 سنة. علاقتهم العاطفية بدأت بعد فترة قصيرة من لما فلاورز بقى حارسها الشخصي. مرات فلاورز شكت فيه على طول إنه بيخونها. هي لقت رسائل حميمة بينه وبين الأميرة، وكمان صور ليها بالمايو على موبايله. في 2017 فلاورز هو اللي بدأ إجراءات الطلاق من مرته. العلاقة دي استمرت لمدة 2 سنين. فلاورز أخذت $1,200,000 عشان تفضل ساكتة عن الموضوع ده. الأميرة كمان دفعت نفس المبلغ لحارسين آمن تانين كانوا عارفين عن العلاقة بس خبوا الموضوع عن الشيخ. بيقولوا إنه الأميرة سافرت أوروبا خوفاً على حياتها لما جوزها اكتشف خيانتها. حتى أفراد العائلة الملكية في الإمارات ما بيتسامحش معاهم في التصرفات دي. وكمان هيا كانت خايفة من قسوة جوزها على بناتهم لطيفة وشمسة اللي حاولوا يهربوا قبل كده. لطيفة حتى اعترفت إنه محمد بن راشد آل مكتوم قتل واحدة من زوجات عمه بسبب تصرفاتها المستفزة. وكمان كشفت عن أسرار مذهلة. هسيبكم مع جزء من الفيديو. أيوة، حبسوني وعذبوني. في الأساس كان في واحد ماسكني والتاني كان بيضربني، وقالوا لي إن أبوكي قال لنا نضربك لحد ما نموتك. على أي حال تم رفض اللجوء السياسي لهايا لأن أولادها كانوا ورثة حاكم دبي وهو كان عايزهم يرجعوا. لحسن الحظ أخوها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن جاء وساعدها. عينها كنائبة سفير في المملكة المتحدة، وده إداها وضع دبلوماسي واللي سمح لها هي وأولادها يطلبوا اللجوء السياسي. وبوضعها الجديد هي رفعت قضية طلاق ضد محمد في محكمة في لندن وطلبت الحماية من الاضطهاد. إجراءات الطلاق بقت الأكبر في تاريخ القضاء البريطاني. الأميرة حاربت علشان تحصل على الحضانة الكاملة لأولادها، وكانت خايفة إن الشيخ محمد ياخدهم ويرجعهم دبي زي ما عمل مع لطيفة وشمسة. خلال جلسات المحكمة هي كشفت عن مفاجأة تانية صادمة. هي ادعت إنه جوزها كان ناوي يجوز بنتهم اللي عندها 11 سنة الجليلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. المحاكمة استمرت لسنين كتير وكشفت تفاصيل كتير مش لطيفة عن حياة العائلة الملكية. وفي الوقت ده العلاقة بين هيا وحارسها الشخصي اتكشفت. مع أن الأميرة نفت كل حاجة، الحارس الشخصي اختار إنه ما يعلقش. كان في شائعات إن الشيخ محمد لفق موضوع العلاقة دي علشان يشوه سمعة مراته السابقة وياخد حضانة الأولاد. في سنة 2022 المحكمة حكمت لصالح مراته السابقة، وده حقق العدالة للأميرة هي. حكم على حاكم دبي إنه يدفع $728 مليون للأميرة هيا، وده كان من أكبر تسويات الطلاق في المملكة المتحدة. وبالتالي الأميرة هيا حصلت على الحضانة الكاملة لأولادها واستلمت مبلغاً كبيراً من الفلوس. من وقت الطلاق نادراً ما ظهرت الأميرة هيا في الأماكن العامة، وده مفهوم بسبب خوفها من احتمال استمرار اضطهاد الشيخ محمد ليها. الأميرة ببساطة عايزة تعيش حياة هادية بعيد عن الأضواء مع أولادها. الأميرة الجليلة اللي عندها 15 سنة والأمير زايد اللي عنده 12 سنة. تفتكروا القصة دي هتستمر؟ هل حاكم دبي حيفضل يحاول يرجع أولاده؟ وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تانية زيه ما تنساش تعمل لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتش أكيد هتحب تشترك. اشترك في قناتي وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.